الحياة كلها مشاكل يا جماعة والله. والله الحياة كلها مشاكل، يعني هي اسمها دنيا لدنو مشاكلها ودنو نهايتها. اوعوا تفتكروا ان الانسان اللي مزاجه حلو هو الانسان اللي ما عندوش مشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج سودة ولسه احب خلق الله لقلبه خديجة ميتة رضي الله عنها وارضاها. هو ما كانش فرحان في الوقت ده، هو لو على في مشاعر النبي كان مستحيل يرضى يتجوز اصلا. انما النبي بيقول للامه اوعوا تسمحوا ان الحياه تتوقف. النبي عليه الصلاه والسلام لما عمل عقيقه الحسن والحسين بعد هزيمه احد، يعني هو النبي كان عنده نفسيه، النبي بيقول اوعوا الحياه تتوقف عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام هو في وسط الجيش ويجيب انجوشه ينشد للجيش، يعني حفله فنيه بضوابط شرعيه جوه الجهاد. هو النبي عليه الصلاه والسلام اللي وراه التخطيط والمواجهه وشايل ملفات جهاديه وعسكريه مفيش حد في الجيش متخيلها اصلا. دايما القاده العسكريين كده. هو النبي عنده يعني تفكير بقى في الوقت ده او نفسه انه يسمع لا يا جماعه، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا اوعوا تسمحوا ان الحياه تتوقف. ده انت لو استسلمت لمشاكلك نفسيتك تتدمر. انا ما قابلتش حد جاله مرض نفسي الا والسيناريو واحد. انا والدتي ماتت قعدت شهر اعيط، انا خطيبتي سابتني قعدت شهر. لازم فتره دخل مستسلم للحزن، ما بيفصلش نفسيته انهارت على طول. فالنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا نعيش مش لان الحياه حلوه واحنا متجاهلين مشاكل الحياه، لان لازم يبقى نفسيتنا اقوى من مشاكل الحياه باذن الله.